يسعد أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اليوم راح أعمل فيديو جديد بعيد عن الموسيقى وعن استوديو. راح أشرح كيف بدك تعمل أوبديت أو ترفيه لنظام ويندوز، لأنه مايكروسوفت نزل نظام جديد من ويندوز، هلا صار ويندوز 11. هون فحص حالة الكمبيوتر. قبل ما تنزل أي شيء بيعطيك خيار تنزل هالبرامج، هو مثل برامج خاص بويندوز. صار التحديث عندي وعملت ترفيهات الويندوز، صار ويندوز 11. هذا هو منظر الويندوز 11. شوف صار ويندوز هون. إذا عندك الويندوز أصلي جاي مع الكمبيوتر، هن الشركة بيبعتوا لك وفيك ترفهه وتسويه 11. بيجي لك رسالة هون، بدك ترفه الويندوز، انت بدك تفوت على شركة ويندوز مايكروسوفت. هون الرسالة اللي راح يطلع لك، راح تنزل هاي فحص حالة الكمبيوتر، بيطلع لك الواجهة نفسها. هون اسم الكمبيوتر عندي بيقول لك تحقق الآن شو ناقص من كمبيوترك لحتى نترفهه لويندوز 11. تحقيق الآن. هون عندي بيطلع إشارة الخضراء هون أوكي، يعني فيك ترفعه. بهالحالة إذا عندك بيكون هون إشارة ضرب أحمر، يعني في عندك أي مشكلة. بهالحالة ما فيك ترفعه. كيف بدك تحل هالمشكلة؟ اطلع على نتائج مواصفات الجهاز، فورم بياخدك على هون. عندي بيطلع إشارة أوكي. إذا عندك طلع إشارة ضرب حمراء هيك، راح أترجمه على اللغة العربية مشان تفهموا أكتر. كمان هون الترجمة. كيفية الحصول على ويندوز 11. سيتم تشغيل هذا الكمبيوتر ويندوز 11. إذا قمت بترفيه ماذا يحدث لملفاتي. هون بدك تقرأ كل شيء يعني قبل ما تنزل. خلينا نترجمه باللغة العربية. هون أحصل على ويندوز 11. تحقيق من الكمبيوتر، يعني هون بيعطيك تحميل بي سي صحة تحقيق التطبيق. هذا هو التطبيق فحص حالة الكمبيوتر. بتنزله بينزل معك هون. بدك تنزله من الأوبديت، بياخدك لهالصفحة. وين المشكلة؟ بأغلب الكمبيوترات بيطلع لك هالمشكلة هون. بدنا نعمل بحث. بدنا نعمل بحث. TPM نقطة MSC بيطلع لك هذا. شوف الواجهة كيف هي مفتاح، نكبس عليها. خلينا نشوف أكتر. هون عندي النسخة الجديدة من هالبرامج. أنت رح يكون عندك أكيد النسخة هون فيرسيون 2.0. أنا محدثه. قبل ما تحدثه بيطلع لك TPM نسخة 1.0. النسخة اللي عندك أكيد هيك، لأنه الويندوز حدث هالبرامج. هو عبارة عن قطع ضمن الكمبيوتر، فيجي لها بيجي لها تحديث جديد لازم تحدثه.
بقى كيف بدك تحل هالمشكلة؟ يعني التحديث مو موجود بالكمبيوتر. كيف بدك تدخل على نظام البورت مشان تفعل هالخاصية تبع تي بي ام؟ راح صور عن طريق الهاتف، لأنه راح أعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر. هون عندي نظام 11 بيجي بدء التشغيل هون والإعدادات كمان هون. بنظام 10 الويندوز راح يكون هون بالزاوية، طبعا عندكم بالزاوية، وبهالطرف هون كمان في تكون تدخلوا على إعدادات بالطرفين، يعني الإعدادات. بعد ما دخلت على الاعدادات، طبعا هون اعدادات ال11 وال10 بيفرق عن بعض شوي. عندك باعدادات ال10 ويندوز 10 بيجي التحديث والامان، اخر اعدادات تحتهم بس تدخل فيها بيطلع لك هون استيراد. اضغط على استيراد بيطلع لك هالقائمة هذا. بعدها إعادة تشغيل الآن، إعادة تشغيل الآن. تنتظروا شوي لبين ما يعمل إعادة تشغيل الكمبيوتر. طبعا كل بورد أو ماذر بورد له إعدادات خاصة، يعني كل بورد له بيفرق عن الثاني. هون البورد، المقصد بالبورد يعني القطعة للكمبيوتر بالكامل، يعني اسمه بوردز. هون أزوس من شركة أزوس، راح تشوفوا هلا كيف الإعدادات تبع الأزوس. بيطلع لك هذا الإعدادات بروبليم، يعني المشاكل، أخطاء أو تصحيح المشاكل بالويندوز. إذا عندك اللغة بتفرق، فيك تفوت على الصور مثل هالصورة هيك، وبعدها هاي كمان. إعدادات متقدمة، وهون بيبقى هاد OFA تدخل فيها بيقول لك نيو ستارتن، يعني إعادة تشغيل الكمبيوتر. بتعمل إعادة تشغيل راح يفوت على إعدادات البورد. هلا هون نحن دخلنا بإعدادات البورد. طبعا هون الإعدادات شوي صعب، يعني أنت لا تلعب بشي يعني برا بدنا ندخل هون بهالخاصية، بهالإعدادات هون تحت أدفيس بيطلع لك هون هالقائمة. طبعا فيك يعني تغير اللغة هون، بس ما فيها طبعا اللغة العربية، في إنجليزي، في ألماني، في فرنسي، في كتير لغات فيها. بدنا نشوف هالإعدادات هون، بس تضغط عليها بيطلع لك هذا. في كتير إعدادات هون، نقي هالإعدادات هاي بيطلع لك هون الإعدادات. هلا أنا مفعل and applied يعني مفتوح، يعني هو أساسا راح يكون displayed يعني مسكر، يعني هالإعدادات هاي مسكر، خاصة بالنظام TPM. بس بدك تفتحها بصير عندك end play، بيطلع لك هون صفحة بيقول لك اوكي، انت كمان بتعمل اوكي، وبعدها بتنزل لتحت هون بيطلع لك قائمة، أول قائمة. بعدين هون في سيف، يعني حفظ الإعدادات اللي أنت سويتها، بتعمل حفظ بيطلع لك هالقائمة، بتعمل أوكي، بيعمل لك إعادة تشغيل الكمبيوتر، بيكون جاهز.
هلا بعد ما دخلنا باعدادات البورد راح ندخل مرة ثانية بالبحث. كمان بدك تكتب تي بي ام نقطة ام اس سي. هون طلع لنا بهذا الشكل. هون عندي انا صاير نظام جديد بيطلع لك هون 2.0. طبعا الاصدار القبل يعني قبل ما تعمل ديسبلاي بيكون اصدار 1.0. هلا بيصير 2.0. بهالحالة بيطلع لك هون الاشارة خضراء، يعني الويندوز فيك تحمل ويندوز او تعمل ترفيه للويندوز. بدك تستنى حتى يجي رسالة من شركة ويندوز أو مايكروسوفت عندك بالتحديثات بيقول لك إنه كمبيوترك جاهز للتحديث أو للترفيه. بيبين عندك هون بالتحديثات هون أوبديت ويندوز أوبديت. بيطلع هون عندك قائمة أو بتعمل تحقيق من وجود تحديثات أو لا، يعني بتعمل هيك يعني بضع ساعات، يعني في تطول يوم او كم ساعة بيجي لك التحديث انه كمبيوترك جاهز للتحديث وفينا نحدثه. بهالحالة حدث الويندوز. بصراحة ويندوز يعني ما فيه اي مشاكل.